كتير مننا بيحس إن في صوتين جواه بيتصارعوا، صوت بيزقه ناحية الصح وصوت تاني بيشده ناحية الغلط أو المتعة اللي مش بتدوم. المعركة الداخلية دي مش مجرد خيال، دي حقيقة بنعيشها كل يوم، والنهاردة هنحاول نفهم أبعادها كويس أوي. خلينا نبدأ بمشهد صادم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. تخيلوا معايا، الشيطان نفسه واقف بيخطب في اللي اتبعوا وبيقول لهم بمنتهى الوضوح: ما تلومونيش، لوموا نفسكم. أنا سلطتي كانت مجرد دعوة، مجرد وسوسة، وانتوا اللي اخترتوا بنفسكم تمشوا ورايا. طيب الكلام ده بيوصلنا للسؤال مهم جدا، وهو محور الشرح ده كله. لو الشيطان نفسه بيعترف إن ما كانش عنده قوة يجبر بيها حد، يبقى مين بالظبط اللي بنحاربه؟ مين هو العدو الحقيقي في معركة الإغراء دي؟ يبقى عشان نفهم طبيعة المعركة دي صح، لازم نعرف مين هم اللاعبين الأساسيين على أرضها. الصراع ده له مصدرين، خصمين اتنين، ولازم نعرف كل واحد فيهم كويس. الوضع عامل زي ما تكون في معركة على جبهتين في نفس الوقت. في عدو خارجي اللي هو الشيطان، مهمته يوسوس ويزين الغلط ويخليه شكله حلو. وفي عدو تاني داخلي، جزء مننا، اللي هو النفس. ودي بقى مش مجرد بتسمع للوسوسة، دي هي نفسها بتحب وبتشتهي حاجة معينة. والجزء ده بالذات القرآن بيوصفه وصف دقيق جدا: النفس الأمارة بالسوء. كلمة أمارة دي صيغة مبالغة، يعني بتؤمر وبتلح بكثرة. تخيلها كأنها قوة دافعة جوانا، بتضغط باستمرار عشان تلبي رغبات وشهوات معينة، بغض النظر إذا كانت صح أو غلط. وهنا بقى بتيجي الحتة اللي ممكن تلخبط ناس كتير. في وسط زحمة الأفكار اليومية، لما تيجي فكرة سيئة، إزاي الواحد يعرف مصدرها؟ هل دي وسوسة من الشيطان ولا رغبة طالعة من النفس؟ العلماء وضحوا فروق جوهرية في التكتيكات بتاعتهم. النفس شبه الطفل العنيد، لما بتعوز حاجة معينة بتفضل تزن وتصر عليها هي بالذات. أما الشيطان فهو انتهازي، هدفه مش حاجة معينة، هدفه إنك تغلط وخلاص. لو لقاك قوي في نقطة بيسيبها ويروح لنقطة تانية أضعف، المهم عنده إن حالة الطاعة تتكسر بأي شكل. وفي حكمة جميلة وبسيطة جدا لأحد العلماء زمان اسمه أبو حازم بتلخص الفكرة دي. بيقول: الحاجة اللي نفسك بتكرهها لنفسك، يعني فكرة وحشة بتشمئز منها وبتقول إيه القرف ده، دي غالباً من الشيطان. أما الحاجة اللي نفسك بتحبها وبتشتهيها، دي غالباً من نفسك. يعني نقدر نقول إن في اختبار بسيط من خطوتين. أي فكرة مش كويسة تيجي، الواحد يسأل نفسه: هل الفكرة دي رغبة متكررة في حاجة بحبها وبميل ليها؟ لو يبقى دي غالباً النفس. طيب، هل هي فكرة قبيحة جداً أو شريرة بتظهر فجأة والواحد بيستغربها وبيكرهها؟ لو يبقى دي غالباً مجرد وسواسة من الشيطان. طيب، ممتاز. دلوقتي قدرنا نشخص المشكلة ونفرق بين العدوين. يجي بقى السؤال الأهم: إزاي ننتصر؟ إيه هي استراتيجيات المواجهة؟ إيه هي الأسلحة اللي معانا في المعركة دي؟ الاستراتيجية الروحية فيها 3 أسلحة رئيسية. أول حاجة الاستعاذة، ودي الدرع المباشر ضد وسوسة الشيطان. تاني حاجة الذكر، وده بيخلي الحصن بتاع القلب منور ومحصن. والسلاح التالت هو نهي النفس، وده بيحتاج مجهود وصبر عشان نمنع نفسنا عن رغباتها الضارة. شوفوا الوصف العبقري ده للإمام ابن تيمية. بيصور الشيطان كأنه كائن قاعد متربص على القلب، مستني لحظة واحدة. فإذا الإنسان ذكر ربنا، الكائن ده بيهرب ويستخبى، يخنس. وإذا الإنسان غفل، بيرجع تاني يوسوس. وده معناه إن أخطر سلاح للشيطان مش قوته هو، لا، أخطر سلاح هو غفلتنا إحنا. الغفلة هي اللي بتفتح له الباب. وعشان كده الذكر مش مجرد كلمات بنرددها، الذكر هو حالة وعي ويقظة بتقفل الباب ده في وشه. وعلشان الصورة كلها تكتمل، في تشبيه عظيم في القرآن بيلخص القصة دي كلها في مشهد واحد بديع. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ القرآن بيقدم لنا فكرة مذهلة، بيشبه فيها الكلمة الطيبة اللي هي أساس الإيمان زي التوحيد بشجرة طيبة. التشبيه ده مش مجرد صورة جميلة، ده بيقدم خريطة كاملة لحياة روحية قوية وصحية. تعالوا نشوف تشريح الشجرة دي. بيقول إن أصلها ثابت، ودي العقيدة الراسخة اللي مفيش أي شبهة أو شهوة تقدر تهزها. وفرعها في السماء، وده الطموح العالي والأعمال الصالحة اللي بترتفع لفوق. والأجمل
تؤتي أكلها كل حين، يعني خيرها مش موسمي، دي شجرة مثمرة طول الوقت بتفيد نفسها واللي حواليها باستمرار. والدرس العميق هنا إن القوة الروحية مش زي المبنى اللي بيتبني مرة واحدة وخلاص، لأ، هي أشبه بكائن حي، شجرة بتنمو وبتحتاج رعاية وسقاية واهتمام كل يوم عشان تفضل قوية ومثمرة. فالسؤال الأخير اللي كل واحد فينا محتاج يسأله لنفسه، بعد ما عرفنا الفرق بين صوت الوسوسة وصوت الرغبة، وعرفنا إيه هي أدوات النصر المتاحة، يا ترى كل يوم إحنا بنسقي وبنروي أنهي شجرة جوانا؟ هل هي الشجرة الطيبة اللي جذورها ثابتة وفروعها بتنمو للسما؟ الاختيار في إيد كل واحد فينا.